السلام عليكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أميرة تيفي. كالعادة والعوايد لي فيديو اللي نجيبهم لكم كامل تحت الطلب تاعكم. لا فيديو تاعنا اليوم ماهيش راح تكون طويله رمضانيه، خلاص كملنا مع الطويلات الرمضانيه. اليوم حنبداو سلسله تحضير حلويات عيد الفطر المبارك. ولا غوصت تاع نهار اليوم حتكون كعك النقاش الاصلي على حقه واصوله. دونك اولا نسحقوا في المكونات 4 كاس تاع سكر غلاس وكاس ما بين ما زهر وما يكونوا دافيين. فوالا. ونسحقوا 125 غرام تاع المارغرين و125 غرام تاع السمن. فوالا سما كلش 250 غرام تاع ليدام ويكونوا شويه طريين بدرجه حراره الغرفه. ونسحقوا 500 غرام تاع الفارينه. تبعوا مليح المقادير وتبعوا مليح الطريقه. راكم تشوفوا لاغوصه تاع نهار اليوم فيها لا بيض لا حتى حاجه. نحطوا ليدام في ريسيبيون، وقلت لكم ليدام يكون شغل شويه دايب، ما يكونش في فريجيدير. هذاك ليدام نزيدوا عليه شويه تاع الملح، يعني قرصه تاع الملح، ونبقاو نخدموا فيه تري بيان بيدينا. ما تستعملوا لا باتور لا فوي، لازم تستعملوا يدكم. البنه كامل راهي في اليد، والسر تاع نجاح الوصفه راهو في اليد تانيت. بعد ما نخلطوا ليدام مع هذيك القرصه تاع الملح، نجيو هنا كيما راكم تشاهدوا نديروا 4 كاس تاع لو سكر غلاس. فوالا. ودائما كي نقول لكم لو سكر غلاس ولا الكاكاو ولا الفارينه توجور نصيروهم اون سي جامي دي غريم ولا حاجه ما تحصلناش في العجينه وتجينا العجينه تاعنا اون بات ليس. دونك نكملوا نخلطوا كلش كيما راكم تشوفوا باليد، ونحاولوا ندخلوا هذاك لو سكر مع ليدام تري بيان. دونك لا غوسيت هادية راهي غوسيت تقليديه كيما راكم تشوفوا. نعرفوا باللي كعك النقاش يجي بالغرس، ما يجيش بحتى حاجه واحده اخرى. دونك البنه تاعو كامله راهي لتما، وانا جبته لكم على اصله وعلى كيما نقولوا على حقيقته. فوالا. خلطت هكذا بيدي، ومن بعد قلت لكم الفارينه نسحقوا 500 غرام تاع الفارينه، يعني كلش ميزان. شوفوا البنات، الحلوه لي صالي كلش ابار طياب كلش لازم توزنوه، سورتو لي غاتو ما تلعبوش في الميزان. دونك كل غرام عنده الدور تاعو في الحلوه. هذه هي كي نقول لك 1 غرام تاع لا ليفور ديري 1 غرام، كي تلقاي في لا روسيت ان باس دو سال ديري ان باس دو سال، ما تزيدي ما والو. دونك هذه هي. عندنا هنا الفارينه 500 غرام سوا، وعندك 250 غرام تاع ليدام، 125 غرام زبده و125 غرام تاع السمن، وعندك 4 كاس تاع لو سكر غلاس على الحلاوه. دونك فوالا. الفارينه على بالنا باللي ترفد 500 غرام، بصح ما نحطوهاش الا فوا، هذه ماشي كسره. الحلوه اولا بالنسبه للمبتدئات اللي ما يعرفوش، الحلوه ما تتعجنش تنطمبرك، باسكو الا عجنتي لاباط ديالك كيما راكي تعجني في الكسره ولا في الخبز، كي تروحي ديريها في الفور راح تتكمش لك وتصغر لك الحبه، وانت تقولي علاش؟ هي انت عجنتيها ماشي طميتيها. دونك هذه هي. هاد الاخطاء تفاداوهم. نمد لكم هكا دي زاستوس باش ما توقعوش في هاد الاخطاء اللي بزاف من الناس تصرى لهم. نحاولوا نطمو كامل هذه لاباط تاعنا بعد ما ضفنا هذيك الفارينه تدريجيا. قلت لكم هنا خليط بين ماء وما زهر، يكونوا دافيين ما يكونوش باردين. نبقى نرش في لاباط تاعي بالعقل، ما حبيت نسرع لكم لا فيديو، ما حبيت والو، خليتكم تشوفوا لا روسيت هكذا باش تفهموا واش راني ندير. هذه يا حبوباتي لا روسيت الاولانيه اللي بارطاجيتها معكم، هي كعك النقاش. فوالا. يجي بزاف طري، يجي واحد الهشاشه، واحد البنت زمان، بنت زمان. هذه هي. دونك انا نشوفوا الحلويات العصريه اللي راهي دوكا توندونس، صح يقول لك جديد حبو ولا قديم لا تفرط فيه. انا جو فوا كو لي روسيت تاعنا تراديسيونيل خير 1000 فوا على لي روسيت اللي يخرجوا دوكا. سي فري نحبوا لي شوكولا، نحبوا لا ديكو اي تو، مي ما نسمحوش في لي غاتو تراديسيونيل تاعنا. انا هاد العيد قلت ندير لي غاتو تراديسيونيل، وندير شويه لي غاتو مودرن، ندير واحد 3 غاتو مودرن والاخرين نديرهم كامل تراديسيونيل. فوالا. شكون كيما انا حبيت نرجع بنت زمان، يعني بزاف كيما نقولوا
تحككنا بلي غاتو مودرن هادوما لي صابلي او شوكو كلش يعني نديروهم، نديرو نوع ولا 3. مي الاخرين كامل حبيت نديرهم تراديسيونيل تاع بكري، البنه تاع زمان، تشمي فيها هذيك ريحه المزهر، تشمي فيها يعني بنه ولا اروع. شوفوا كي تكونوا تضيفوا في المزهر هذيك اليد اللي تكونوا تعجنوا بها بالك وديروا فيها لمن توجور. هذيك اليد كي تكون مقيوسه مع الزبده تبان لكم باللي مازالها مخصوصه، ولكن لو كان نتوما تنحوها من الريسيبيون كيما هنا انا نحيتها من الريسيبيون حطيتها ديريكتومون في لو بلان دو طرافاي هكذا باش نعرف شحال نزيد لها المزهر. فوالا نبدا نضيف في المزهر غير بالعقل، كيما راكم تشوفوا فيا هنايا راني نطم في العجينه تاعي غير بالعقل هكذا حتى وين تنطملي وتولي لي اون بات ليس. فوالا بداو غير ترشوها بهذاك الماء والمزهر الدافي حتى وين تنطم لكم كيما راكم تشوفوا العجينه، وسقموها هكذا تري تري بيان، و دو بريفيرونس تخلوها تبات ليله كامله وماشي في الفريجيدار، خلوها في الكوزينه ماشي الكوزينه وين تكون سخونه بزاف ولا. شوفوا تجي كيما لي صابلي القوام تاعها، لازم تبات هاد العجينه ولا تخلوها 8 سوايع باش تبداو تخدموا بها باش تتحصلوا على الذوق المرغوب فيه وعلى القوام المطلوب. هنا حبيت نسيح هكذا حبه هكذايا قدامكم قبل ما نحطها تبات. دونك انا درتها لافي، بعد غدوه من داك بديت نخدم بها، غطيتها بالبابي سوفوريزي كيما راكم تشوفوا، غطيتها بطرشونه وخليتها في الكوزينه. دونك فوالا انا رحت وزنت هادوما درتهم 35 غرام. بالنسبه للغرس تاعي كنت فورته، ومن بعد ما فورته نحيت له هذوك الشوائب العظام وكلش، درت عليه مغرفه تاع الزبده، قطرات تاع المزهر ورشه تاع القرفه، نقيته تري تري بيان ووزنته 13 غرام. او وزنوا الغرس تاعكم 13 غرام، ما ديروش اكثر من 13 غرام باسكو ومن بعد كي تتنفخ في الفور راح تخرج لكم كاع لا فارس، ما تقولوش ما قلت لكمش. واللي بول هادوما وزنتهم 35 غرام هكذا يجيكم كاع الحبات متحوفين وكامل قد وكامل شابين. من بعد نحل العجينه تاعي بهذه الطريقه شغل راح ندير مستطيل برك جاي شويه بيضاوي، ومن بعد نجيب الغرس تاعي قلت لكم فوروه وديروا له القرفه والمزهر والمارغرين عجنوه مليح مليح، نحولو كامل العظم هذاك حتى يولي لكم هكذا طري، وديروه 13 غرام، والعجينه تاعكم ديروها 35 غرام. فوالا نفرشوه كامل للداخل هكذايا، ديروه شويه بومبي، ومن بعد بالكوبات نطلعوا هذيك العجينه الاولى هكذا وروحوا لها غير بالعقل، مع الاول بالك تجيكم صعيبه ومن بعد نورمال. وهاد الحلوه تحب التركيز، لازم كل حبه تعطي لها حقها سينو ما يجوش كامل شابين. لازم ديريها في لي ساع وتكون عندك الخاطر ويكون عندك المورال، ما يكون عندك حتى شغل واحد اخر يستنى فيك. دونك نروليها هكذا كيما راكم تشوفوا، وين يخلص لي هذاك لو غولو نضغط هكذا بصبعتيه باش نضمن بلي العجينه تاعي ما تتحليش في الفوق، ونسقمها كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. نسقمها هكذا بيدي، ومن بعد حبيباتي كوتي هكذا نغلقوا بيدي مليح، نديرو شغل بوينتو، وكوتي واحد اخر نثقبو هكذا بصبعي وندخل هذيك العجينه لداخل. شوفوا كيفاش ندخلها لداخل ونغلق مليح مليح باش هكا العجينه تاعي ما تتحليش كامل في الفوق، وباش يجوك كامل الحبات قد كيما راكم تشوفوا. بيان سور سقموها بيدكم وتحفوها لا تري تري بيان. انا درت بوشون تاع قرعه ما ولا قرعه جو ولا حاجه في الوسط باش القطر تاع كامل الحبات كي نكون ننقش فيهم ما تديفورماليش الحبه ديالي وكامل يجو قد. شوفوا هنايا باش الحبه تاعي ما تديفورماش ويجو شابين كيما الكعكات بالطليه سوا برك. وشنو هنايا انا رايحه ننقش، نوري لكم كيفاش ننقش. حبيباتي النقاش لازم يكون اسنان تاعو رقاق، ماشي هذاك اللي يكون خشين وكبير. دونك فوالا هنا كي تكونوا تنقشوا العجينه تاعكم حاولوا تخرجوها للبرا، ماشي تنقشوا ابان ومن بعد تيك شغل كي تقيسها النار العجينه يروح كامل الشكل ديالها. كي تنقشي تجبدي العجينه ديالك للبرا وما تخليش ليسباس بين مورسو. وتانيت لازم النقاش ما تحليهش غير تنقشي تحليه هكذا، نو غير تنقشي تجبدي يدك من بعد حليه.
انا بعد ما نقشتها هكذا من برا نروح ننقشها من الداخل. كاين اللي ما ينقشهاش من الداخل، انا حبيت نزيد ننقشها من الداخل ومن برا ومن التحت، يعني الحبه كومبلي تاعي تجي بيان فورمي وبيان اورغانيزي كيما راكم تشوفوا. هاي لك الحبه تاعي كنت شعلت الفوق على 180 درجه، نعسهم بيان سور. هنا بعد ما كملت نقشتهم كامل ندخلهم يطيبوا مده نص ساعه وتعسوهم كل وحده والفوق تاعها ونشوفهم في شكل تقديم. بعد ما طاب لي كعك النقاش تاعي شهيتكم في الجنه، شهيتكم في الصحه، ان شاء الله لا غوصه تاعنا اليوم تكون نالت اعجابكم. بالنسبه للتزيين كنت احكمت شويه تاع الغرس ودرته في المول تاع السيليكون على شكل ورده، اللي يحب ريشه، اللي يحب يدير له عود تاع القرنفل هكذا في الكوتي، اللي يحب ما يديرلوش كاع، كل واحد كيفاش يدير. حكمت هذاك الغرز طبعته في المول تاع السيليكون على شكل ورده ودرته هكذا من الفوق، كل داخل راهو بالغرس، من برا تاني نديرلو الغرس. درت له عقيقشه صغيره هكذا درت له بيبخي هذاك السكر غلاس كيما راكم تشوفوا. كي كان يطيب واحد الريحه كانت تطلقها هاد الحلوه يا البنات، شهيتكم في الجنه. اللي راهي تلفت لها واش دير الحلوه نقول لك جربي هاد الوصفه، العيد ما بقالوش، رانا في السمانه الاخرانيه، دونك نبارطاجي معكم كامل حلويات العيد ان شاء الله يا ربي. وما تنساوش لي سيات لا روسيت تاعي تدخل على صفحتي الانستغرام وتبعت لي غوتور تاعها اللي حنخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله. تجي تذوب في الفم، تجي طريه، تجي هشيشه وبزاف بنينه. دوك نقسم لكم حبه وتشوفوا لا تكستور تاعها كيفاش تجي، ما تنشبعش كامل يا البنات. دونك هذه هي حبوباتي، وصلنا لافان تاع لا فيديو تاع نهار اليوم. ما تنساوش لاول مره تشوف القناه تضغط على الزر الاحمر وتخلي لي كومنتير ودير لي جيم وتبارطاجي لا فيديو حلويات العيد 2023. ان شاء الله نكون فدتكم. تهلا في روحتكم، الى فيديو اخر عن قريب ان شاء الله. سلام.